السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدي قناة تجربة قسم الموتوسيكلات. ازيكم يا رجالة؟ انا في الفيديو ده تشاركوني كده ان شاء الله. انا جبت فرد باور ماكس، وزي ما انتم شايفين كده الفرد عندي الأمامية يعتبر اتمسحت، يعني زي ما انتم شايفين كده بقالها من ساعة ما اشتريت الموتوسيكل، وهي موجودة الحمد لله بفضل من ربنا من بقالها أكتر من سنتين ونص. فشوفوا الفيديو للآخر معايا وتشاركوا يمكن ينفعكم. ربنا كرمني كده الحمد لله، جبت فردة باور ماكس، فقلت تشوفوا الفيديو معايا وانا بغيرها. اول حاجة لازم تعرفوها ان ما تسترخصوش في الكاوتش، يعني الكاوتش مهما كان ما تسترخصوش فيه. ولا تسترخصوا في الكاوتش، ولا تسترخصوا في المكان اللي انتوا بتغيروا فيه. مش تخلوش اي حد يمد ايده في الكاوتش عندكم، يعني لازم يبقى صنايعي كويس بيتقي ربنا عشان الفردة ما تبص منك. الراجل ده انا بتعامل معاه بقالي يعني مش هقول لكم اكتر من 10 سنين. آه، اول حاجة كده الحمد لله فكيت له الفردة وهو دلوقتي بيطلعها. الفردة يعتبر راكبة، انا بستلم الموتوسيكل يوم 14/1/23، ف يعني بقالها اكتر من سنتين ونص. بص بقى عشان الناس اللي بتقول المادة، انا المادة لسه جواها اهي. دي تاني، يعني انا ما حطيتش في العجلة القدامانية غير مرتين بس مادة. ف الحمد لله الحمد لله، يعني لو كنت حطيت لها مادة تاني كانت هتشتغل تاني يعني بس انا يعني حرام، قلت يعني العجلة كده تتمسح. هو دلوقتي بيسلك البلف، لان طبعا المادة مع الوقت بتسد البلف. بصوا بقى الحتة عشان الناس اللي بتشكك وتقولك المادة بت آه، بتبوظ الجنطة اهو قدامكم، بسم الله ما شاء الله عليه. مادة فيه بقالها أكتر من بحط فيها بقالها أكتر من سنتين ونص. دي بقى العجلة الجديدة، بحط زيت على الحروف عشان طبعا ما تسربش أول ما يملاها هوا. آه، مش هقول لكم يعني الموضوع كان قارفني شوية، يعني ان انا اجيب فردة واغير واجيب انهي نوع وكده. فانا الحمد لله الفردة اللي قدام بتاعة الموتوسيكل اللي هي الصيني زي ما هي آه، كانت شغالة والحمد لله. وطبعا زي ما انتوا عارفين كنت شغال بالمكنة سنة كاملة. ولغاية دلوقتي بجيب عليها حاجات وبجيب عليها بحمل عليها، وبسم الله ما شاء الله يعني اشتغلت برضو والحمد لله. بس هي يعني خلاص كتر خيرها بقى أكتر من سنتين ونص، والنقشة بتاعتها نعمت والشتا خلاص داخل. فكده كده قلت أغيرها بدل ما أحط مادة وتشتغل. قلت لأ أغيرها وأخلص، مش مشكلة يعني كده كده هغيرها قدام. فلما أغيرها دلوقتي أحسن، بخصوصا ان المنطقة اللي انا فيها كلها مطبات ورخمة وكده، والشتا داخل والطينة والمية. فقلت اجيب فرد حلو. ف زي ما انتم شايفين كده، هو بسم الله ما شاء الله الراجل يعني محترم. ف بيعمل تيست الاول كده، يعني يزودها ويشوف الدنيا ايه. فهو الحمد لله كده بيزودها، لقاها طبقت، فقال الحمد لله كده. راح يبدأ بقى ايه الخطوة اللي بعديها. نيجي بقى عند اهم حاجة في الفيديو، المادة. الناس اللي بتقولك ما تحطش مادة، دي الفردة لسه جديدة، ما تحطش مادة دي تبوظ الفردة، دي تبوظ مش عارف ايه. لا يا جدعان، الفردة مادام تيوبلس حط المادة وانت مغمض. لازم تحط مادة، ومش اي مادة. يعني الراجل ده وانا يعني هو بيكلمني بيشاور لي كده، بيقول لي يعني بقول له يعني أنا مش عايز، مش جايب صورتك. قال لي لا طلع صورتي عادي. مش انا اللي كنت قايل لك على الموضوع. فعلا هو كان من زمان، هو اللي كان هو السبب في خلاني ان انا حطيت الماده. بس مش اي قال يعني، كان دايما ينصحني يقول لي ما تحطش اي ماده،
حط تكون مادة نضيفة عشان ما تبوظش الكاوتش ولا تبوظلك الجنط. هو فعلا ده اللي بيبوظ الكاوتش والجنط، اللي هي المادة المضروبة أو المادة لأي كلام. لكن المادة دي بسم الله ما شاء الله عليه دي تالت مرة استخدمها. ف زي ما انتوا شايفين كده هي فيها بتيجي فيها الكاوتش المفروم والمادة المكلكعة اللي جوه ديت بتبقى حاجات فيها جيلاتينية كده، عشان الخرم لما يبقى فيه خرم مسمار وتشد المسمار هي تسده اوتوماتيك. فحتى هو كان بيقول لي طلعها في الفيديو انها مستوردة مش صناعة مصري، عشان اثبات انها موجودة. هو دي انتاج يعني استيراد الجندي. طبعا الجندي ده شركة مشهورة في سوق قطع غيار الموتوسيكلات. فدي شكل العلبة، فلو انتوا حابين تشتروها اتأكدوا من المصدر اللي انتوا هتشتروها منه، يعني حد يكون كويس بيبيع المادة ديت، فاشتروها وانتوا مطمنين. الحمد لله كده حطينا المادة. هو دلوقتي بيقفل البلف عشان يعني فانتوا مهما تسترخصوا هتدفعوا التمن بعدين، فما تسترخصوش. يعني لما دخلت اجيب المادة الراجل قال لي في مادة ب50 وفي مادة 110. فقلت له لا انت عارف ان انا ما باخدش اي حاجة، يعني هاتلي الحاجة النضيفة، هاتها ب110. ف راح متضايقني على طول. هو عارف، بس هو يعني هو الراجل ده طبيعته كده، يعني هو بتاع قطع الغيار دوت لازم يقولك فيه بكذا وفيه بكذا. ان هو راجل امين جدا. هوريكوا حتى المحل، ان هو المحل بتاعه جنب الراجل بتاع الكاوتش دوت. دلوقتي بص هو بيزود الفردة، طبعت بقت فل زي تمام. عشان يتأكد بقى لازم ينزلها في الحوض دوت، ويتأكد ان مفيش اي تنفيذ من بلف او من اي حتة في الداير بتاع الشفة، عشان يطمن انها بقت تمام. ف بسم الله ما شاء الله، يعني الراجل بيأكد على شغله عشان يطمن. الفردة كده بقت تمام الحمد لله. دي بقى اهم حاجة لازم تخلي بالكم منها، تاريخ الانتاج بتاع الفردة. يعني بصوا الرقم اللي على اليمين اهوت 06/25، او من اليمين كده 25/06. ده رقم الانتاج بتاع الفردة، ده يعني الاسبوع السادس لسنة 25. يعني يعتبر انا جايب الفردة في الاسبوع السادس يعني انتاجها من الاسبوع السادس سنة 25. يعني هي تعتبر انتاج شهر 2/2025. ده كده يعتبر انتاج حديث. يعني انا لسه جايب الفردة من اسبوع، يعني تقريبا في اول 9. يعني انا بقالها كده حوالي 6 شهور، او داخلة في الشهر السابع من انتاجها. فكده تعتبر انتاج حديث، والحمد لله يعني ده كرم من ربنا. ده بقى الراجل اسمه عم صلاح، واللي جنبيه دوت اسمه ياسر الهندي. ده واخد توكيل بجاج، وهو بتاع قطع غير الموتوسيكلات. يعني لسه واخد توكيل بجاج من قيمة حوالي سنة ونص كده. فاللي محتاج قطع غيار فيجوري 26، داين 26، جميع أنواع المكن الصيني والبجاج. الراجل ده بسم الله ما شاء الله، يعني أنا بالنسبة لي بحس انه اغلى شوية من الناس اللي بره. بس بصراحة انا باخد قطعة الغير من عنده وانا مغمض، ان هو بيجيب قطع الغير كمان درجات. يعني لما تخش مثلا في تيل فرامل يقولك فيه بكذا وفيه بكذا، عايز اي حاجة يقولك فيه بكذا وفيه بكذا، انت تختار. عشان الامانة عنده ان هو ممكن يديك الحاجة الرخيصة على اساس انها الغالية، او الغالية هي دي اللي موجودة. لا، هو بيحط كذا خيار قدام الزبون، وهو الزبون حر. انت عايز الحاجة الرخيصة خد، عايز الحاجة الغالية خد. فاسمه ياسر الهندي، والراجل بتاع الكاوتش ده اسمه عم صلاح. اللي حابب يروح له يحط مادة. المادة عند ياسر الهندي. انا كنت جايبها لسه ب110، والراجل دوت جنبي على طول. يعني انت هتجيب المادة وتخش على بتاع الكاوتش، هيعمل معاك احلى واجب. قول له بس من طرف محمد صاحب قناة تجربتي،
محمد لطفي صاحب قناة تجربتي اللي مع الفيجوري، وإن شاء الله بإذن الله هيعمل معاكم أحلى واجب. وهعمل لكم فيديو مخصوص إن شاء الله عن كل المعلومات عن الكاوتش والمادة، فيديو منفصل، وإن شاء الله هنزله لكم قريب بإذن الله. ولو في أي حاجة محتاجينها أنا معاكم في التعليقات، وأشوفكم دايما بخير يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.